السلام عليكم. أخباركم إيه؟ لعلكم بخير إن شاء الله. ليه بنكره أنفسنا؟ ليه بننظر لأنفسنا بنظرة دونية؟ ليه مش متصالحين مع النفس؟ دي مشكلة من مشكلات جين زي. تعالوا نشوف مسبباتها ونعالجها. هو المقارنة المستمرة على السوشيال ميديا والتطلع والنظر لحياة الغير. آه، للأسف جين زي اتولد في عصر في انستجرام، في سناب شات، في تيك توك، شايف ناس أنجح، شايف ناس أغنى، شايف ناس حياتهم أحسن. وده بيعمل حاجتين في منتهى الخطورة. أول شيء بيديك إحساس مستمر إنك أقل even لو أنت كويس جدا. تاني شيء بيقارنك أنت، بيعمل لك مقارنة مع نفسك بناس بيعرضوا 1% بس من حياتهم، وهي صورة الشخص المثالي. بمعنى اللي أنا شايف ناس سنها صغير بتعمل فلوس، بتحقق شهرة، فأنا لازم أنجح بسرعة، لازم أكون بيرفكت. وده خطأ، لأن الطريق الطبيعي لأي حد بياخد وقت. ولما الشخص ما يحققش الصورة المثالية اللي في دماغه، هنا بقى بيبدأ يكره نفسه. شيء التربية المبنية على النقد مش التشجيع. أغلبنا اتربوا في بيئة ذاكر عشان تجيب مجموع، عيب تعمل كده، طبعا من غير ما أفهم السبب. آه، مقارنتك بالأخ بالجار، ده للأسف بيزرع فيك إحساس إنك مش كفاية، وده طبعا بيولد كره للنفس. من مسببات كره النفس وعدم التصالح معها آه، القلق والاكتئاب اللي بقوا متواجدين بصورة كبيرة في الجيل ده بالذات. الدراسات الحديثة بتقول إن جين زي هم أكثر تعرضا للدبريشن والأنكزايتي. ليه؟ لأن العالم بقى في حالة سريعة، بقى أسرع، بقى في تنافسية، بقى في ضغوط أكبر. فأكيد طبعا اللي عنده اكتئاب وقلق ده يعني هيحس بإيه؟ طبيعي إنه يحس إنه فاشل، إنه ملوش قيمة، إنه مش مفيد. حتى لو ده مش حقيقي. البارادوكس يعني المفارقة، إن في شعور بالوحدة، الشعور بالوحدة رغم إننا متصلين طول الوقت. يعني إيه؟ يعني أكتر جيل متصل على السوشيال ميديا هو جين زي وجين ألفا. فالجيل المتصل على السوشيال ميديا ده آه، هو أكثر وحدة، بيحس بالوحدة. إحنا أكثر جيل متصلين على السوشيال ميديا وأكثر ناس حاسين بالوحدة. ليه؟ لأن التواصل أونلاين ما بيعوضش العلاقات الحقيقية. الوحدة الطويلة آه، بتولد كره الأوفر ثينكينج. أي غلطة بسيطة، أي هفوة بسيطة تتحول لكارثة في دماغك. أنا غبي، أنا ما بعملش حاجة. ده طبعا بيغذي كره النفس، ده بيغذي دايركت كره النفس. الاوفر ثينكينج بيغذي كره النفس، وهنشوف له ان شاء الله في عرض الحلول. انا طبعا لازم ادي خطوات عمليه لحل كره النفس وجلد الذات ده ان شاء الله. ايضا من اكبر المسببات بقى لكره النفس هي التوكسيك بيرفكشنزم، شعار العصر، المثاليه السامه. للاسف الشديد جين زي واقع في مصيده يا كامل يا فاشل، مفيش مساحه للتجربه والغلط. فلو الشخص مش ممتاز في حاجة أو في كل حاجة من أول مرة، لا، يبدأ بقى يجلد نفسه، يبدأ يحس إنه قليل. طب إيه الحل؟ تفهم إن المقارنة بتخلق كره للنفس. محدش بيطلع من المقارنة سليم يا صاحبي. جرب يوم واحد بس، مش مفيش انستجرام ريلز، مفيش تيك توك، مفيش صفحات لمشاهير لايف ستايل. هتتفاجأ إن نفسيتك بقت أهدى من غير ما تحس. المقارنة بتلعب في شيء خطير جدا، تشتغل في اللاواعي. فقطع المصدر يوم واحد هيريحك صدقني. فلازم تبعد عن المقارنة كل البعد. الكورنر ده، الزاوية ديت تبعد عنها خالص. محدش بيطلع منها سليم نهائيا. نقبل فكرة إن النمو بياخد وقت. مفيش حاجة كده في يوم وليلة، يعني مفيش كده خالص. لا، نسيبنا بقى من فكرة النجاح السريع، أو الفكر الزائف، أو الوهم الزائف اللي خلقه لنا السوشيال ميديا، وبالذات الانستجرام والريلز والتيك توك. الحاجات دي كلها
زي ما أنا قلت بتعرض 1% بس من حياتهم. أنت عايز كل حاجة سريع 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 سريع، لأ. نمو أي حد بياخد وقت. من الحلول أيضا إنك تتجنب الناس اللي بتهد ثقتك في نفسك. وسط 3 أنواع من الناس تبعد عنهم خالص: الشخص اللي يحبطك، اللي دايما يقارنك، اللي يقلل من نجاحك. ال3 أشخاص دول لازم تبعد عنهم. وعايزك تعرف شيء مهم جدا، إن مستوى رضاك عن نفسك ورضاك عن ذاتك مرتبط بأقرب من 3 ل5 أشخاص ليك. فلازم تكون الدايرة دي صح، تبني دايرة صح، دايرة دعم صح. لازم تعامل نفسك يعني رفقا بنفسك يا صاحبي، رفقا بنفسك. يعني عامل نفسك أو تعامل مع نفسك كصاحبك. يعني مثلا لو أنت شايف صاحبك في الموقف ده، لو أنت شايف صاحبك شايف نفسه قليل، كاره نفسه، هتعمل إيه؟ هتهديه، هتسمعه، هتفهمه، هتفهمه إنه أفضل مما يعتقد. عامل نفسك بنفس الرحمة اللي بتعامل بها الناس القريبة منك، أصحابك. في حاجة اسمها health the core wound، إصلاح الجذر. يعني إيه؟ معظم كره النفس جاي من جرح جذري من الطفولة أو المراهقة. زي إيه؟ زي مقارنة من الأهل، زي كلمة جرحتك، زي إحساس إنك مش مرغوب، زي فشل اتعلق في دماغك. هو كره النفس بيبدأ من هنا، بيبدأ من الإحساس ده، بيبدأ من فكرة مسمومة آه، مثبتة جواك. زي ما أنا قلت، أنا مش كفاية، أنا أقل من الناس، أنا فاشل مهما عملت. لازم يكون في مساحة بين عقلك وبين أحلامك، أحلام اليقظة والأحلام الوهمية اللي بتجيلك ديت، اللي مش مفرقاك خالص. مساحة بين الحاجات دي ومساحة بين الواقع، يكون في جاب كده. يعني إيه؟ مش جاب، مسافة، يكون في مسافة بينهم. وإنك تفصل شوية وتنزل على أرض الواقع. لأن الحاجات دي كلها، أو كره النفس أو الجلد الذات، ده كله هنا بس، في دماغك بس. فأنت محتاج تغير المايند سيت بتاعتك بس، تصلحها من البرين روت اللي فيها. انا عايزك انك تحول نفسك من عدو لمشجع. يا اخي، يعني حاسب نفسك ولا تجلد نفسك. عامل نفسك كمشجع. انت مش لوحدك، كل الناس بتغلط، كل الناس آه بتفهم غلط احيانا. بس اللي زاد كره النفس وجلد الذات بالطريقه ديت، الصوره المثاليه اللي احنا حاطينها في دماغنا، اللي احنا اكتسبناها من السوشيال ميديا، واكتسبناها من الريلز، واكتسبناها من التيك توك، واكتسبناها من الشورتس. فيا رب اكون افدتكم في الفيديو ده. عرضت مسببات كره النفس، وحلول ايضا، بعض الحلول يعني في كره النفس. ولو عجبكم الفيديو شاركوني تحت في التعليقات ايه اللي كان ناقص الفيديو ان انا اكمله. شاركوني تجاربكم، ونلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.